السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعيني، ونرحب بمتابعينا اللي انضموا حديثا، ونحن في اشتياق من يومين لكم. تغيرت الفكرة عن أول. أنا كنت بشرح لكم القاموس بأبوابه بالترتيب، لكن الآن سأختار لكم من الأبواب ما يناسبكم أو ما تحتاجونه في التعامل مع الأصم. بإذن الله اليوم سنختتم باب الدين، وبعد إن شاء الله نكمل في ما تحتاجونه من الإشارات. منكم طبعا أنكم تقترحون علي ايش الأبواب اللي أنتم تحتاجونها أو ما تريدونه على أساس أبدأ فيه ويكون مناسب لكم. في إشارات اليوم، أول إشارة اللي هي إشارة الوضوء، وهذه من الإشارات اللي موجودة عندكم. إذا سألك أحد تقول أيضا الإشارة الثانية اللي عندنا التيمم. الأحكام الشرعية اللي هي واجب وجائز وحرام سنذكرها. هذه إشارة واجب، يعني غصبا عليك تسوي واجب. إشارة حلال، مباح، جائز، كلهم معنى واحد، هذه إشارتهم. إشارة حرام هكذا اقطع، يعني خلاص حرام، ممنوع العمل، حرام. إشارة مكروه. أما إشارة السنة، اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نتبع سنة. نأتي معكم إلى إشارة الشيطان والعياذ بالله. الشيطان عبارة عن قرنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلغة الإشارة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الإشارة أعوذ بالله تضيف لها الشيطان أو الجن، إشارة الجن. توجيه بسيط بين اللي هو إشارة الجن، شوفوا صبعي كيف، وبين إشارة الأم، جن كذا على فوق وتحت. بالنسبة للديانات عندنا إشارة المسلم هكذا، هلال وهزة، مسلم أو مسلمين. أما بالنسبة للمسيحي أو النصراني طبعا إيش؟ صليب. واليهودي طبعا مشهورين اليهود باللي هو الطاقية الصغير اللي يلبسونها هكذا، هذا إشارة يهودي. إشارة بالنسبة للمسلم هذه لما أحط لها قاعدة هكذا يصير عندي مسجد وهي ثابتة ما أحرك. المسجد كذا، الكنيسة تعمل صليب، كنيسة. إشارة الأمانة طبعا هذه لما أقول لك أبغاك تحفظ لي الشيء ولا أحد يلمسه، شو تقول؟ على رقبتي. عرفنا أن إشارة أمانة هكذا على الرقبة. عندنا إشارة اللي هي إيش؟ هداية. نختم اليوم بهذه الإشارات باب الدين، وسندخل معكم في إشارات جديدة في الأيام المقبلة. لا تنسوا مثل ما قلت لكم أني أحتاج إلى اقتراحاتكم عشان أبدأ في الإشارات الجاية. ارسلوا لي على الخاص عشان أشوف أكثر المواضيع اللي تحتاجونها سأبدأ فيها بإذن الله. آخر شيء نسلم عليكم وأشوفكم إن شاء الله في سنابات جديدة. تابعوني.